بقول لكم ايه، تيجي نشوف هنعمل ايه النهارده. نقول بسم الله. انا عندي هنا معلقه كبيره من السمنه البلدي، وعندي كمان لحمه، واللحمه بتاعتي ملبسه، والوصفه دي بتحب اللحمه يكون فيها نسبه دهون. هبتدي انا اشوحها، انا عايزاها تتشوح تقفل المسام بتاعتها، الطاسه سخنه كويس قوي علشان اللحمه دي ما تنزلش ميه. وكمان مش هحط اللحمه يعني اوفر، هحط على قد الصينيه بتاعتي علشان برضو ما تنزلش ميه معايا. هبتدي انا اشوحها من ناحيتين، وعايزاها تاخد لون التحمير، وعلى حسب بقى الدرجه اللي انت عايزاها. مش هقلب طبعا على طول غير لما تكون خدت لون من الناحيه التانية، ولازم تكون واخده لون بقولك زي ما عشان ما تنزلش الميه اللي فيها. بس كده خلاص. حمر بس بقى معايا كويس قوي، وابتدي ان انا اشيل اللحمه دي واكمل بقيه الكميه اللي عندي. بجد الوصفه حلوه جدا، حكايه بجد يا بنات، ومن احلى الوصفات اللي ممكن تعمليها باللحمه، من احلى الوصفات فعلا يعني. وابتدي انزل بقى بقيه اللحمه اللي عندي، خلاص انا كده حمرتها كلها. انا عندي كميه اللحمه، وهنزل بنص كميه اللحمه بصل، ولو عايزه تزودي كمان يبقى احلى. احنا معتمدين هنا على البصل بس. بجد الوصفه تحفه، يعني كل ما بتزودي البصل فيها بيكون طعمها احلى. بس انا ايه، حاطه نص كميه اللحمه حطها بصل. ابتدي اشوح فيهم شويه، وهنزل بمعلقه كبيره من السكر، واستنى لما السكر ده يدوب واتاكد ان هو داب كويس قوي، مش هستنى ان هو يتكرمل ولا حاجه. هنزل بقى بالبهارات اللي عندي، اللي هي نص معلقه من القرفه، فلفل اسود، وبهارات اللحمه، واظبط الملح على حسب كميه اللحمه اللي عندي. بس كده. هاخدهم بقى تقليبه مع بعضيهم لغايه ما اشم ريحه التوابل دي تطلع. كل ده انا شغاله على نار عاليه، ما هديتش النار خالص. بس البصل دبل ما تحمرش، مش هحمره. هبتدي انزل باللحمه بقى اللي انا شوحتها اهي، واقلبها بس ايه تقليبه كده معاها علشان تاخد طعم البصل طبعا والبهارات. هي الوصفه دي كلها اصلا معتمده على البصل والبهارات بس اللي انا عملتها، مش هنزود حاجه تانية. هنزل بقى بكوبايه من الميه المغليه، ولازم تكون مغليه، متنزلش بميه ساقعه. بس ههدي النار بقى واغطي، اسيبها تستوي على نار هاديه 3/4 سوا بس. اسويها 3/4 سوا بس. في ناس بقى بتحب تضيف طماطم وتضيف فلفل، انا ما بحبش بصراحه الموضوع ده، انا بحب اعمله كده بس. عندي بقى طاجن برضو سخن، بعد ما اللحمه دي استوت 3/4 سوا على البوتاجاز من فوق، هضيفها بقى في الطاجن، واحطها في فرن درجه حراره عاليه من تحت لغايه ما تكمل سوا. طبعا هي هتستوي على حسب هتاخد وقت على حسب سن اللحمه بتاعتك. بس احطها في الفرن لغايه ما تستوي. قمر، وريحتها تحفه يا بنات، ولحمه دايبه. طبعا اللحمه اللي بيبقى فيها دهون بيبقى طريه، غير لما تكون لحمه حمرا خالص. متنسيش لو الفيديو بتاعي عجبك انزلي اعملي لايك وشير كتير. اشوفك في وصفه جديده ان شاء الله. سلام.